الكاريكاتير اللي نشر في جريدتكم راضي عنه؟ سؤال حلو والله، بس انا بودي ارد. انا كرر لي سؤال المخيزيم. قلت لك اللي 600 دينار اللي قال انه 600 دينار قطاع دعم العماله قاعد تعطيه الحكومه حق الشركات، فهل يخولها انها تتدخل في عمل الشركات وفي مجلس الاداره؟ هذا سؤال. انت بس قلت انا ما ادري ايش قلت، بس انا اعتقد انه ايضا هاي الشركات انت قلت تحول نجابه ابو محمد. قلت ان يحولون اللي يغشون ايضا هذه يستلم مؤسسات فلوس خاصه، يعني مو فلوس حكومه. انا اعتقد يعني فلوس خاصه، فلوسهم. عرفت؟ يعني هاي فلوسهم. وبعدين الدوله لما تدفع للرياضه 500,000 تدفع احتراف جزئي. هذول المؤسسات مؤسسات خاصه وفلوس خاصه، مو فلوس دوله. اللي قلت لي عن كاريكاتير عزيز، طبعا الكاريكاتير هذا صار لغط كبير عليه. والكاريكاتير انا اعتقد هو كلام الكاريكاتير كلام فرنسي، يعني انه الرأي برسم ساخر يكفي عن مقال ويكون اكثر قوة من المقال. فطبعا اللي حصل انه الكابتن محمد ابراهيم بونواف شخص عزيز علي جدا، لكن أنا أعتقد أنه فقد بعض التركيز لما تكلم على أن ما يروح مكان إلا بإذن من الشيخ طلال. كلنا يعني أنا شخصيا أحترم محمد إبراهيم، لكن هذا الكلام فوجدنا. والرسام ككاتب مقال يجي له إلهام، فوجد أنه رد على الكلام القوي اللي قاله محمد إبراهيم، هذا الكاريكاتير القوي. واتمنى يعني الأخ محمد يتحمل، لأنه هو شخصية عامة، شخصية رياضية عامة، مثل أنا ما قاعد أتحمل النقد وأتحمل، ومثل ما غيري مثل ما الشيخ طلال، الشيخ أحمد، عبد الله معيوف يتحمل النقد كشخصية عامة، هو يتحمل النقد أيضا. هذا هو الكلام. شفت أنت وائلي؟ ها؟ إيه، لكن ترى محمد إبراهيم قال أنا استشير، ما قال استشير. أنا تفرق الكلمة عندي، يعني أنا في أمور يمكن أخذها يعلم العم أبو حمود، نستشيره في أمور كثيرة. بالعكس هذا شيء زين. بدر، ايش رايك بالكاريكاتير اللي شفناه؟ شفت انت صح؟ لا انا اشوف يعني انه غلط، ما هو صحيح. لا ما هو صحيح الكاريكاتير. لا ما هو صحيح. وجهة نظرك؟ ايه ما هو صحيح نهائيا. بدر؟ والله يعني انا مع الاستاذ جاسم. بالنهايه محمد ابراهيم شخصيه عامه والكل مقام مقال، فهو الطريقه اللي يتكلم فيها ممكن يعني تؤيد الكاريكاتير؟ لا ما ايده، بس انا اعتبر ان هذا بالنهايه يعني رساله لا هدف منها اللي كاتبها، من حقه يوصلها يعني.